بسم الله الرحمن الرحيم. حالة التأثر بحلقة امبارح من ابراهيم فايق واللي حصل في موضوع أحمد رفعت يعني مزعل الكل، والكل متأثر، والمنظومة والجمهور سواء بقى أهلاوي سواء زملكاوي، الناس كلها متأثرة باللي حصل لأحمد رفعت. بس أنا عايز أفكر حضراتكم كده بس بحاجة بسيطة تبقوا فاهمينها، بس عشان الناس تبقى عارفة إحنا بنتعامل مع مين. على فكرة يا جماعة، انتوا مش صحيتوا من النوم لقيتوا الناس ديت هم كده، لا، ده الناس دي من زمان قوي، والناس ديت خدامين للناس اللي انتوا عارفينهم، اللي هم بيخدموا على نادي واحد بس. احمد دياب، احمد شوبير، الناس دي كلها هم خدامين عند الناس دي، وبينفذوا اللي هم عاوزينه، وبيعملوا كل اللي المنظومة عايزاه. انتوا متفاجئين من ايه؟ صحيتوا الصبح النهارده يا جماعه لقيتوا ان احمد دياب فاسد، ولقيت ان شوبير فاسد، ولقيت ان المنظومه دي فاسده. طب ما انتم مستفيدين يا جماعه من اللي بيحصل ده، طب ما انتم على راس المنظومه دي، وانتم على راس اللي بيحصل، وكلكم مشتركين في اللي بيحصل، كلكم مشتركين في اللي بيحصل. في كام واحد احمد رفعت بيموت كل يوم؟ كل يوم عندنا كام واحد احمد رفعت؟ كتير قوي انظلموا، وكتير قوي انقهروا، وكتير قوي اتاخد حقهم، وكتير قوي ماتوا مقهورين، وكتير قوي بيناموا مقهورين بالملايين يا جماعه، بالملايين. انتوا اتفاجئتوا بس ان النهارده خلاص ان احمد رفعت والناس والتعاطف والعاطفه والناس ديت فسده والناس ديت. طب ما الفساد ده شغال للكل من زمان، والفساد ده بيخدم على ناس معينه من زمان، وانتوا بتهتفوا وبتقولوا بالروح بالدم ده من زمان قوي. النهارده اكتشفتوا ان احمد رفعت، النهارده اكتشفتوا موضوع احمد رفعت. احنا بس ثواني عشان اطلع لكم كذا حقيقه، بس الناس لازم تبقى فاهماها. امبارح حلقه احمد رفعت يعني حاجه محترمه اللي حصل من ابراهيم فايق ونادر شوقي، اللي انا ما كنتش مصدق ان نادر شوقي هيعمل الكلام ده امبارح. لكن نادر شوقي امبارح طلع وقال للجماعه خلي بالكم في فساد وفي ما هو كله بيلبس طاقية ده يا جماعه. هي الكوره في مصر ماشيه كده، الكوره في مصر ماشيه كده، الكوره في مصر ماشيه محسوبيه، وماشيه شوبير، وماشيه احمد دياب، وماشيه رابطه الانديه، وماشيه الكلام ده كله. النهارده انا مندهش، يعني انتوا صحيتوا من الصبح لقيتوا ان الناس دي خلاص الفساد عمى عينين الناس، والناس ما بقتش شايفه. لا، انا انتوا اللي عايزين كده، انتوا اللي عايزين المنظومه دي، والناس اللي عايزين شوبير هم اللي عايزين المنظومه دي، والناس اللي عايزين احمد دياب هم اللي عايزين المنظومه دي. كلكم مشتركين. مين الناس دي؟ الناس دي دخلاء على الرياضه، اصلا احنا ما نعرفش الناس دي. الناس دي دخلاء على الرياضه، الناس دي جايين بس عشان يخدموا مصالحهم ويخدموا النادي الاهلي اللي هو بيخدم على مصالحهم. غير كده انا ما بعرفش الكلام ده. احمد رفعت مات، احمد رفعت مات الله يرحمه، ومات مقهور، قهروه فمات. على فكره في ناس كتيره قوي اتقهرت فماتت، في مليون احمد رفعت، في ملايين احمد رفعت بسبب كده، بسبب الناس دي والرياضه دي. تعرف كم واحد زملكاوي مات بسبب الكوره، زعلا على فريقه، بسبب حزن على ماتشه، وبسبب ان هو فريقه خسر، بسبب ايه؟ بسبب الناس دي، وبسبب فساد الناس دي. انا ما بكلمكش في حاجه، انا بتكلم على الحاجات اللي ادت الى انهيار الفرق الرياضيه، والناس بتاخد في نفسيتها وبتموت. مش احمد رفعت بس اللي مات، كتير قوي ماتوا، كتير قوي ماتوا. بس انت دلوقتي مركز في موضوع احمد رفعت لان هو احمد رفعت طلع للتلفزيون والناس شافته. في كام لاعب اتظلم، في كام لاعب اتقطع عيشه، في كام لاعب عشان ما نفذش تعليمات الكابتن شوشو والكابتن دودو والناس ديت بالسلامه. بس ده اللي طلع على التلفزيون، ده اللي طلع على التلفزيون اللي احنا شفناه بعينينا. وما خفي كان اعظم، وما خفي كان اعظم. الناس ديت ظلمت كتير، وخدت من حقوق الناس كتير. احمد دياب، انت دلوقتي لما فريقك، كلامك بقى كوره، انت راجل بتتابع كوره، انت ما بتنهرش على فريقك وبتزعل على فريقك، والناس بيجي لها امراض من الزعل على فريقها، والناس تهزر لا الزملكاوي ده جاله الضغط والسكر من الزمالك. جه من ايه؟ جه من حل مجالس، وجه من محاباه، وجه من تعريض، وجه من كل حاجه انتوا ممكن تفكروا فيها. مش احمد رفعت بس اللي مات، في ناس كتيره قبل احمد رفعت ماتوا. بس احمد رفعت ربنا كرمه ان هو اتشاف واتسمع، وبدات الناس تتكلم. هل حد هيتحرك؟ ما اعتقدش. هل حد هيقول يا احمد رفعت انت حقك فين؟ ما اعتقدش. جريمه على الهواء مباشره امبارح، جريمه. لعيب عندك عملت له معايشه وتحايلت على القانون عشان تطلعه بره. هل الدوله والناس في المسؤولين في الرياضه هياخدوا قرار مع احمد دياب؟ لان الناس بتقول ان احمد دياب مسنود. هل هياخدوا معاه قرار؟ هل هيتحاكم؟ احنا بنقول نتحاكم، ما بنقولش روح اقعد مع احمد دياب، احنا بنقول احمد دياب يتحاكم، وبعد كده خلاص
هل شوبير له علاقه بالموضوع؟ هل شوبير في الوقت ده كان هو نائب رئيس نادي فيوتشر اللي هو كان فيه ساعه المشكله؟ هل الناس دي كلها هتتحرك؟ الناس بتتكلم كانهم صحي النهارده، لسه متفاجئين بالفساد ومتفاجئين باللي بيحصل. طب ما احنا بالنادي، والزملكاويه بينادوا بقالهم 500 سنه. 500 سنه على فكره. في الزملكاويه دول برضو ناس ماتوا زي احمد رفعت وهم بيتفرجوا على ماتش، وفيهم ناس ماتوا وهم زعلانين على فرقهم، وماتوا من هزيمه، وماتوا ليله ماتش اتغلبوا فيه، نام ما صحيش تاني. كتير احمد رفعت على فكره، مش واحد بس، بسبب شويه ظلمه وفسده بيديروا وشغالين لمصالحهم الشخصيه وبيحاولوا لحد على حساب حد. ده موضوع تاني، خلي بالك. انت هتقول لي انت في ايه ولا في، هقول لك لا يا فندم، احنا من زمان قوي واحنا بيتلعب معانا الجيم ده. جيم الفساد ده احنا بيتلعب معانا من زمان قوي، من زمان قوي واحنا بيتلعب معانا الجيم ده. فساد، تزوير، محاباه، حكام، اتحاد كوره، حل مجالس، موائمات، صفقات، كل ده كل ده وانت نايم. النهارده صحيت قلت لا انا ضميري صحي عشان احمد رفعت. احمد رفعت مات، بس احمد رفعت لما مات الناس كلها كانت عارفه هو مات ليه، لانه طلع قال لك انا اتظلمت واللي حصل عليا ضغط نفسي، فالولد مات، فالناس كلها قالت طب هو ايه الضغط النفسي اللي حصل عليه؟ فامبارح طلع واحد اعلامي عنده شويه ضمير طلع الحقيقه للناس. طب في كام حقيقه ما طلعتش للناس؟ في كام حاجه ما طلعتش للناس؟ يا جماعه ما يبقاش الناس، احنا عندنا مشكله كبيره جدا في مصر، ان احنا يعني العاطفه بتاخدنا والترند بيطلع والناس بتتعاطف وبعد كده الموضوع بينام. هل الولد ده هيجي له حقه؟ حقه المعنوي حتى؟ الناس دي هتمشي؟ الناس دي هتفضل قاعده في اماكنها؟ الناس دي هتطلع النهارده شوبير طالع على برنامجه الاذاعي الصبح بيدينا حلول ازاي نساعد احمد رفعت، ازاي نساعده؟ هو من اسبوعين كان بيقول عليه ان هو بياخد منشطات هو وغيره ومات عشان كده. احمد رفعت مات بسبب اللي حصل له يا جماعه، بسبب الضغوط النفسيه اللي بتحصل. وعلى فكره بعيدا عن كوره بقى وبعيدا عن اي حاجه، ما تستهترش بالضغوط النفسيه اللي بتحصل لك، ممكن تموتك، ممكن تموتك وتوديك في حته صعبه قوي. الضغوط النفسيه ديت بتحصل لناس كتير قوي. الضغوط النفسيه ديت بتحصل على جمهور بالملايين بقاله اكتر من 25 سنه متسلم تسليم اهالي للناس. فيهم ناس ماتت بسبب الضغوط النفسيه، ناس ماتت بسبب زعلها على فريقها، وناس ماتت بسبب الظلم اللي وقع عليها، وناس ماتت بسبب العهر والفجر اللي بتشوفه. احنا فينا ناس ماتت بسبب كده، فينا ناس ماتت بسبب كده على فكره. فانتوا لو انتوا عايزين تنظفوا، نظفوا المنظومه كلها، ما تمسكش في واحد ولا اتنين وتلاته، نظف المنظومه كلها، وارسي مبدا العداله على الكل، وارسي مبدا الشفافيه على الكل. والمجتهد بس هو اللي ينجح، مش اللي صوته عالي هو اللي ينجح، واللي بيعرف يعني يفسد ويزور ويطلع الحيل من تحت الترابيزه هو اللي ينجح. انتوا يا جماعه ماشيين غلط. واحمد رفعت ده لازم يكون يعني جرس انذار، جرس انذار، جرس انذار ليكوا كلكم. على فكره كابتن احمد سليمان اللي هو عضو مجلس اداره نادي الزمالك برضه راجل اتنقل المستشفى وعنده حاجه في القلب، ربنا يشفيه يا رب. وعلى فكره احمد سليمان ده الايام اللي فاتت دي كان بيتعرض لحرب من احمد شوبير ورجاله احمد شوبير، ان هم كانوا عايزين يشيلوه موضوع الكونفدراليه، والراجل راح المستشفى. وكل يوم كان شوبير ماسكه في البرنامج بتاعه بالليل وبالنهار، واضرب 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 واضرب. الراجل ده برضه راح المستشفى. هقول لي يعني هو شوبير السبب؟ هقول لك السبب من الاسباب ضغوط وكذب وافتراء لغايه لما الراجل دخل المستشفى. على فكره ده برضه ضحيه من ضحايا شوبير، وضحيه من ضحايا الاعلام، وضحيه من ضحايا الفساد اللي في البلد. يعني احمد سليمان النهارده في المستشفى، وللحظ ان شوبير كان مستلم الراجل ده بقاله اسبوعين. فاحنا لامتى هنفضل في الدوامه دي؟ دوامه شوبير، ودوامه المصالح، ودوامه الفلوس، ودوامه احمد دياب، ودوامه رابطه الانديه، ورجل الاعمال اللي معاه فلوس يخش يدفع، ورجل الاعمال اللي معاه قرشين هيخش يحكم، والحاج ثروت سويلم هو اللي بيحكم بقاله 35 ولا مليون سنه في الاتحاد الكوره، والحاج عامر حسين والشبكه دي. هو لامتى يا جماعه؟ لامتى انتوا هتفضلوا كده؟ لامتى هتسلموها تسليم اهالي للناس دي؟ المجموعه دي فشلت. لازم تدخل من البلد، ولازم تدخل من الناس العاقله اللي في البلد، ولازم تدخل من الناس المسؤولين في البلد. المجموعه ديت مجموعه فاشله. المجموعه دي فشلت ان هي تدير الناس. المجموعه ديت ظهرت للناس كلها، ريحتهم طلعت. يا سياده الرئيس، يا المسؤولين على البلد، ريحه الناس دي طلعت. المفروض تغيير الناس دي وتغيير الناس دي بسرعه. الوزير يتدخل، والناس المسؤولين على الرياضه والمسؤولين على البلد يتدخلوا ويشيلوا المجموعه دي. المجموعه دي خربت كل حاجه.
وكلها شبكه مصالح، وكلهم مجموعه مع بعض، وكلهم بيشوفوا حلول لبعض، وكلهم هيجتمعوا دلوقتي ويحاولوا يطلعوا من المأزق ده. معاهم الاعلام ومعاهم الصوت ومعاهم السلطه الرياضيه ومعاهم السلطه ومعاهم كل حاجه. هيطلعوا من المطب ده، هيطلعوا من المطب ده. انا بقول لك هيطلعوا من المطب ده، وهيعتمدوا على ذاكره الشعب اللي هم كل يومين ثلاثه والموضوع بينتهي. يا جماعه الخير، الناس دي لازم تمشي كلها، المنظومه دي كلها لازم تمشي. شبكه علاقات وشبكه مصالح وشبكه فساد لازم تخلص. الشبكه دي لازم تنتهي عشان يبقى في رياضه في البلد، عشان حتى الشباب يحسوا بالامان. يا اخي الشباب اللي بيتفرج على حلقه امبارح وفيها قهر وفيها حزن وفيها الظلم ده كله، هيصدقك ازاي بعد كده؟ هيصدقك ازاي بعد كده؟ كميه الاحباط اللي عند الشباب من حلقه امبارح ديت، وهم شايفين فساد قدام عينهم بيحصل قدام عينهم في التلفزيون، وهم شايفين واقعه ما بتحصلش غير في بلاد صعبه. انت حتى عشان تجدد الامل عند الشباب، اسمها يا سياده الرئيس وزاره الشباب والرياضه. مش رياضه بس، ده انت بتنشئ شباب وبتنشئ اجيال عشان تخدم البلد دي. بعد الناس اللي بتشوفه كل يوم من نفس المجموعه دي، هل انت تنتظر من الناس هتبقى نفسيتها عامله ازاي؟ ما عادش في ثقه ما بين الناس وبين الناس اللي مسؤولين عن الرياضه يا ريس. الناس كلهم حاسين بالاحباط بكافه انتماءاتهم. حتى الناس اللي هم كانوا بيخدموا عليهم هم خلاص قرفوا من الفساد ريحته طلعت في الرياضه المصريه بشكل مقرف. انا بس قلت الكلمتين دول، وهخلي الفيديو ده، لان انا قلت فيديو امبارح ومسحته عشان يعني مش عايز اتكلم. بس احمد رفعت الله يرحمه وصبر اهله، بس في مليون احمد رفعت ممكن يحصل له نفس اللي حصل ده، وحصل لهم فعلا قبل كده. السلام عليكم.